اهلا وسهلا بيك في اول فيز يا سيد الفاضل. كتبت لك الفيزز. سيستول بياخد فيز 2 و3 و4، اما ديستول ياخد الباقي، يعني 5 6 7 8 و1. انا كان نفسي اسالهم والله يا جماعه ليه عملتوها كده؟ ما كنتوا تسموا السيستول 1 2 3 والديستول 4 5 6 7 8، ليه 8 1 دي؟ بس خلاص مش هنختلف معاهم. لقينا ان الهدف بتاع السيستول هو الايجكشن بيحصل في 3 و4، امال 2 ده البريبريشن اللي قبله، عشان لسه قايل لك قبل ما تعمل التارجت لازم تحضر له. ادي البريبريشن. تعالى عند ديستول الفيلنج، التارجت بتاعنا هنلاقي ان الفيلنج بيحصل في 7 و8 1. يبقى انا من دلوقتي قلت لك الايجكشن فيز 3 و4، الفيلنج فيز 7 و8 و1. طيب ايه 5 و6 دول؟ البريبريشن اللي قبل الفيلنج. حلو قوي. زمان لما كنت بشرح الفسيولوجي في اي فيرجن من اللي فاتوا كنت دايما ببدا زي الكتب، فيز 1 اول حاجه، وبعد كده قلت ليه اخد حته من الديستول وبعدين ادخل في السيستول وبعدين اكمل ديستول؟ ليه الكتب عامله كده اصلا؟ ما نخلينا منطقيين، اخد الحاجه على بعضها. فقررت ان في هذه الفيرجن هعمل اللي انا مقتنع بيه، هشرح لك السيستول بدايه من اول فيز 2 ونكمل القصه على بعضها. فعشان كده كتبت لك فيز 2 السيستول فيزز، وعلامه السيستول عشان بعمل كونتراكشن هذه العلامه الجميله. فيز 2 اسمه ايزوفولومتريك كونتراكشن. الاسم ده مش غريب عليك، انا قلت لك عليه في خاصيه الكونتراكتيليتي بتاع الكاردياك ماسل لما قلت لك في 2 تايبس اوف الكونتراكتيليتي. كان في تايب اسمه ايزو متريك او ايزو فوليميك او ايزو فولومتريك، يبدو ان الطول العضله ثابت وبالتالي الفوليوم اللي جواها ثابت، وكنت بعمل كده عشان ازود التنشن، لان دام الطول ثابت يبقى التنشن هو اللي بيزيد. شفت؟ مش قلت لك احنا خدنا معلومات قبل كده عن الموضوع؟ طيب هتلاقيني ماشي بسيستم معين وانا بكلمك عن كل فيز، الا وهو هنبدا نعمل ديسكريبشن للفيز. الديسكريبشن هيكون على الرسم. حلو جدا. طب انت كاتب لي يا دكتور؟ خلاص بقى انا عودتك كاتب لك كل حاجه قدامك بحيث يبقى معاك الرسم ومعاك الكتابه، وارجو ان انت تعود نفسك على الرسم اكتر. بعد ما اخلص ديسكريبشن لازم اتكلم على 2 ايتمز، فنتريكولار بريشر وفوليوم، لان انا عندي 2 كيرف مهمين جدا، واحد اسمه فنتريكولار بريشر في كل الفيزز والتاني اسمه فنتريكولار فوليوم. فهناخد الحته بتاع كل فيز لغايه ما في الاخر نجمعهم مع بعض في كيرف واحد. حلو قوي. ابدا الديسكريبشن يا دكتور. تعالى معايا. تبدا القصه ان انا في بدايه السيستول. المرحله اللي قبل كده كان اسمها ايه؟ دايستول حضرتك، صح؟ عارف الفنتريكولار بريشر كان اخباره ايه اثناء الدايستول؟ كان ريلاكسد جدا، يعني البريشر جوانا كان قليل قوي. طيب بالراحه، هو انت هدفك السيستول ايه؟ ايجكشن، يعني تحرك الدم من الفنتريكل للارتري، صح؟ يعني لازم يكون البريشر بتاع الفنتريكل اللي هي بي 2 اكتر من البريشر بتاع الارتري. طب هو ده الوضع هنا؟ لا. الديستوليك بريشر جوه الاورطه 80 ملم ميركوري. عارف البريشر جوانا يا عم الفنتريكل في المرحله دي وانت في بدايه السيستول ونهايه الديستول كان كام؟ اباوت الزيرو، اقل من 10 ملم ميركوري. واو ده قليل قوي. هل هتقدر تعمل ايجكشن؟ لا. عشان كده بقول لك قبل الايجكشن هو التارجت بتاعك كان لازم اعمل بريبريشن. الهدف هنا انك تزود البريشر جوه الفنتريكل عشان يبقى بي 2 اعلى من بي 3. ساعتها اقدر افتح الفالف المقفول قدامي. هو مين الفالف المقفول؟ ايوه سيميليولار حضرتك، الاورتيك كان مقفول قدامي. لما بي 2 يعدي بي 3 ساعتها يفتحه وتقدر تعمل ايجكشن يا سيدي في فيز 3 و4. هو ده الهدف من هذا الفيز. علي البريشر جوه الفنتريكل. تعملها ازاي؟ زود التنشن في العضلات من غير ما تغير طول العضله. سميناها ايه؟ ايزو فولومتريك كونتراكشن. بس يا سيدي الهدف ايه؟ ازود الفي بي يعني فنتريكل بريشر. عشان تعمل ايه؟ عشان افتح الاورتيك فالف. طيب بص كده على الرسم تاني. الاورتيك فالف كان قافل، صح؟ واخبار الايفي فالف كنا ايه؟ كنا قافلين هم كمان، يعني الاربعه فالفز قافلين، صح؟ قلت لك فيز 2 و6 لازم الاربعه فالف يكونوا قافلين. اقول لك على حاجه، عشان تجيب غرفه ما تشامبر زي دي وتزود البريشر جواها ما ينفعش يكون في فالف واحد مفتوح، لان مش هتعرف تعلي البريشر او توطيه طول ما الغرفه دي فيها فتحه. لازم تكون الغرفه دي مغلقه تماما، بيسموها كلوزد تشامبر. اي كلوزد تشامبر عشان تعرف تزود الضغط قوي زي فيز 2 او تقلله زي فيز 6 لازم يكون الاربعه فالف قافلين حضرتك. دي الفكره
بتاع ليه الفالفز كلهم قافلين في 2 و6. حلو، هسيب لك الكلام تقراه مع نفسك. تعالى بقى علق لي على الفنتريكل بريشر وفوليوم. الخط اللي لونه ازرق فاتح ده يمثل البيز لاين، وما تلاقي دياجرام طالع فوقه معناها ان انت بتزيد، نازل تحته يبقى انت بتقل، عليه بالظبط يبقى انت كونستنت. حلو، بنحط قواعد. قول لي الفنتريكل بريشر بيحصل فيه ايه؟ بيزيد طبعا، ده انا بعمل ايزومتريك كونتراكشن عشان ازوده، فيجي الدياجرام يطلع لفوق كده زي ما انت شايف اباف البيز لاين. قول لي الفوليوم اخباره ايه؟ هو انت ضخيت نقطه دم واحده؟ لا. هو انت قصرت العضله؟ لا. يعني الفوليوم بتاعنا ثابت، فيجي خط هوريزونتال كده. حلو جدا، خلصنا فيز 2. ندخل على فيز 3 و4. بيسموا 3 رابيد ايجكشن، بيسموا 4 سلو ايجكشن. له تسميه تانية ممكن يبقى اسمه ماكسيمم ايجكشن، وده اسمه ريديوسد ايجكشن. يعني 3 و4 بتوع الايجكشن. ايوه، لو خدت بالك 2 انا خلصت البريبريشن، في 3 و4 انا هعمل الايجكشن بتاعي. حلو، تعالى اوصف. وصف سهل جدا. انا في المرحله دي مين فتح معايا في اخر فيز 2؟ الاورتيك فالف. حلو، ايه اخبار الايفي فالف؟ كانت قافلين. احسن ما ينفعش اكون انا بعمل ايجكشن في السيستول بتاعي وشويه دم يطلعوا لفوق يلاقوا الميترال او ترايكاسبيد مفتوحين، وبكده يبقى انت هتسرب دم فوق. الحكايه دي اسمها ريجيرج، لكن نورمالي قافلين حضرتك عشان نمنع الريجيرج اللي انت شايفه ده. حلو، نيجي بقى نتكلم عن فيز 3 و4. شوف الدم اللي داخل الاورطه. ايوه، الايجكشن اول ما يبدا بيبقى ماكسيمم وسريع والبريشر عالي هنا، واحنا اكيد اكسيدنج الاورتيك بريشر عشان اقدر ابوش بلاد مور اند مور انتو الاورطه. فالفوليوم اوف بلاد اللي داخل الاورطه اكتر من الدم اللي خارج منه. ايه ده، هو بيخرج منه دم؟ وانت هتروح تحبس الدم في الاورطه، مش انت بعد كده تدي للبرانشز بتاعته. فبنوصف كلمه ان البلاد انترنج الاورطه اكتر من كفوليوم وفلو البلاد ليفنج ات. لما ندخل بقى على فيز 4 يبدا الايجكشن معدله يبقى ابطا. لقينا ان كميه الدم اللي داخله الاورطه بقت اقل من الدم اللي خارج منها، فبنقول الانترنج بلاد بيبقى اقل من الليفنج بلاد. طب انا ليه الوصف ده؟ هحتاجها وانا بوصف الاورتيك بريشر. حلو جدا. تعالى علق على الايفي فالف سيميليونر وكونتراكشن. الايفي فالف اخبارها ايه؟ لازم تكون قافله اثناء الفنتريكولار سيستول وايجكشن. حلو. سيميليونر لازم يكون فاتحه، ما انت مش هتعرف تعمل ايجكشن الا ما تفتحها. ده كان هدف فيز 2 اصلا ان هو يفتحها. الكونتراكشن اخباره ايه؟ ده الكونتراكشن اللي بيعمل سكويزنج للبلاد، يعني انت بتاثر العضله. يعني مين اللي كان ثابت، التنشن ولا الطول؟ لا التنشن، بنسميه ايزوتونيك. خلاص احنا فاهمينها لان خدنا حلقه كامله اسمها كونتراكتيليتي. حلو. قول لي اخبار الفنتريكال بريشر ايه؟ انت بتعمل سيستول كونتراكشن بتزود البريشر، لسه البريشر جوه الفنتريكل اكتر من الاورطه عشان تعرف تيجكت البلاد، فاحنا بنزيد. بس بص الزياده، الكيرف رائع. يعني بص كده البيز لاين اللي هو الازرق، الكيرف في اوله كان طالع بسلوب عالي، انحدار جامد، وبعد كده السلوب بتاعنا بقى اقل. ليه؟ الريت اوف ايجكشن هنا كان رابد، اما هنا كان سلو. فبرضه الريت اوف الفي بي فنتريكال بريشر انكريز هنا كان اعلى من هنا. فهمت ليه هنا الاسلوب كان ستيبر اكتر من هنا؟ حلو قوي. طيب اخبار الفنتريكولار فوليوم ايه؟ فيز 2 كنا ثابتين، لكن المره دي لا، انت بتعمل ايجكشن. اقول لك على قاعده حلوه، اي فنتريكولار فوليوم له 3 اوضاع، يا اما يزيد يا اما يقل يا اما ثابت. امتى البلاد فوليوم جوه الفنتريكل يزيد؟ قول لي مع كلمه واحده، مع الفيلنج. والفيزز بتاع الفيلنج زي ما هتعرف كمان شويه 7 و8 و1. امتى الفي في يقل؟ مع الايجكشن. طبعا انا باخد دم الفنتريكل واحطه في الارتري اللي جنبه. وايه الفيزز بتاع الايجكشن؟ 3 و4. امتى يبقى ثابت؟ في الباقي. عارف مين الباقي؟ 2 5 6. بس كده بمنتهى المنطق. انت بتعمل ايجكشن، ايه اللي يحصل في الفي في؟ هيقل حضرتك، بس برضو نفس الفكره، ديكريزنج بيبقى بريت عالي في فيز 3 وريت اقل في فيز 4، لان ده كان رابد ايجكشن ده سلو ايجكشن. برضو نفس الكلام على السلو. في كورس دكتور محمد مجدي انت عملاق والمعلومات اقزام.